النهاردة يا أصدقائي هحكي لكم عن قصة حصلت فعلا في بيت اسمه إيميتيفيل في نيويورك. البيت ده معروف إنه من أشهر البيوت المسكونة في العالم. اللي عاشوا فيه قالوا إنه بيت رعب حقيقي مش خيال. حصلت فيه حاجات غريبة ومخيفة جدا. رونالد ديفو جونيور أحد أفراد الأسرة قتل 6 من عيلته، وهما أبوه وأمه وأخواته. تم القبض على رونالد، والبيت فضل فترة فاضي من غير حد. لحد ديسمبر 1975 قررت عائلة لوتيز إنهم يعيشوا في البيت ده، والعائلة دي مكونة من جورج الأب، وكاسلين الأم، و3 من أطفالهم، وكلبهم هاري. وهنا يا صديقي يبتدي الرعب بجد، عشان بعد أيام قليلة ظهرت حاجات غريبة جدا: أصوات خطوات، صرخات في نص الليل، باب بيتفتح لوحده، أصوات جاية من المرايات ومن الحيطان. لحد ما جه صديق للعيلة وقرا صلوات عشان يبارك البيت، بس جورج وكاترين قرروا يكملوا حياتهم عادي ولا كأنه حصل أي حاجة. بعدها بفترة جالهم كاهن كاثوليكي عشان يبارك البيت، وهو بيرش المياه المقدسة سمع صوت غريب بيقوله اخرج بره. بعدها الكاهن حس بعلامات غريبة، سخونة في ايده وعلامات في ايده. جورج وصف اللي حصل في الليلة دي بإنها ليلة مرعبة جدا. وبس يا صديقي، العيلة قررت تمشي وتسيب البيت وكل حاجتها وراهم، بس البيت لسه موجود.